بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. من هو أول قرشي خرج في رحلتي الشتاء والصيف؟ وما معنى إيلاف قريش؟ كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد عليها مكة في المواسم وبدء المجاز وسوق عكاظ في الأشهر الحرم، لا تبرح دارها ولا تجاوز حرمها للتحمس في دينهم والحب لحرمهم والإلف لبيتهم ولقيامهم لجميع من دخل مكة بما يصلحهم. وكانوا بواد غير ذي زرع كما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان هاشم بن عبد مناف أول من خرج إلى الشام ووفد إلى الملوك وأبعد في السفر ومر بالأعداء وأخذ منهم الإيلاف الذي ذكره الله. وكانت له رحلتان: رحلة في الشتاء نحو العياهلة من ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة، ورحلة في الصيف نحو الشام وبلاد الروم. وكان يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات العشائر لخصلتين: إحداهما أن دؤبان العرب وصعاليك الأعراب وأصحاب الغارات وطلاب الطوائل كانوا لا يؤمنون على أهل الحرم ولا غيرهم. والخصلة الثانية أن أناسا من العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدرا كبني طيء وختعم وقضاعة. ومعنى الإيلاف إنما هو شيء كان يجعله هاشم لرؤساء القبائل من الربح، ويحمل لهم متاعا مع متاعه ويسوق إليهم إبلا مع إبله ليكفيهم مؤونة الأصفار ويكفي قريشا مؤونة الأعداء. فكان ذلك صلاحا للفريقين، إذ كان المقيم رابحا والمسافر محفوظا. فأخصبت قريش وأتاها خير الشام واليمن والحبشة، وحسنت حالها وطاب عيشها. فلما مات هاشم قام بذلك المطلب، فلما مات المطلب قام بذلك عبد شمس، فلما مات عبد شمس قام به نوفل وكان أصغرهم. وقد عم الشاعر الجاهلي مطرود بن كعب الخزاعي بني عبد مناف بذكر الإيلاف، لأنهم جميعا قد فعلوا ذلك، فقال فيهم: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا حللت بآل عبد مناف الآخذين العهد في إيلافهم والراحلين برحلة الإيلاف.